ازاي نرجع الشغف؟ مهما كنت بتحب شغلك او دراستك او شريك حياتك، هيجي لحظة كده تبقى مش طايقه وتقعد تسأل نفسك هو انا ايه اللي جابني هنا؟ عشان كده اكتر سؤال بيجيلي هو ازاي نرجع الشغف؟ ازاي؟ الشغف هو حالة شعورية حلوة بتخليك تنجذب لنشاط معين وتفضل تعمله بمجهود كبير وتركيز عالي حتى لو مفيش مردود من وراه غير الشعور الحلو اللي بتحس بيه ده. فازاي نستحضر الحالة دي في الشغل أو المذاكرة أو حتى في العلاقات؟ أول حاجة لازم تعرفها إن الشغف ده ما هواش لا إرادي، لأن في ناس كتير فاكرين الشغف ده حاجة ملناش إيد فيها، طالعة من اللاوعي كده فجأة بدون أي تحكم مننا، في حين إن الموضوع مش كده خالص. الحقيقة إن طريقة تفكيرك في الشغف هي اللي هتوجد الشغف. في الدراسة دي مثلا لقوا إن الناس اللي بيفتكروا الشغف ده حاجة ثابتة ملناش إيد فيها ويقولوا حاجات زي الواحد ملوش نفس يشتغل النهاردة، أنا قافل من الشغلانة دي وخلاص مش لازم نكملها، الناس دول شغفهم بينطفي بسرعة لأن فهمهم محدود للآليات النفسية اللي بتنتج الشغف. بينما الناس اللي شايفين الشغف ده حاجة بتتطور مع الوقت أو إنه حالة نقدر نستحضرها في حياتنا، ساعتها هيظهر فعلا بدل ما تقفل الباب في وشه. تاني حاجة، اربط الشغف بدافع داخلي مش خارجي. اللي حابب شغله غير اللي بيشتغل عشان الفلوس، اللي بيحب مراته غير اللي عايش معاها عشان العيال، اللي بيحب المادة غير اللي مضطر يذاكرها عشان يمتحن. لو ركزت في أهدافك الخارجية بس، شغفك الداخلي هينطفي مع الوقت. في الدراسة دي لقوا إنك ممكن تستغل الأفكار اللي بتدور جواك في إنك تزود الشغف. يعني في حوارك الداخلي بينك وبين نفسك، لو بتفضل تقول أنا بكره الشغل بكره الشغل بكره الشغل، الفكرة دي هتترسخ جواك وتلاقيها بتجيلك لوحدها كل ما تروح الشغل، فتلاقي نفسك بتكرهه فعلا. في حين ممكن تعمل العكس، الأفكار الإيجابية التلقائية عن النشاط البدني زودت من ممارسته فعليا. اللي بيقول لنفسه ان الرياضه بتحسسني بالانجاز وبتديني طاقه وتخليني اسعد او تخلي شكلي اصغر، غير اللي بيقول لنفسه انها نشاط ممل او متعب ويا عم الكنبه احسن. شوف انت بتكلم نفسك ازاي، واربط موضوع الشغف بهدف داخلي مهم بالنسبه لك مش هدف خارجي. ركز في الأهداف والمشاعر الداخلية وجددها وبدلها وغيرها عشان تجدد الشغف. النقطة اللي بعد كده، حب نفسك. في نوعين من الشغف، الشغف المتناغم اللي بيخليك ناجح وسعيد وعارف تعيش حياتك عادي، وفي الشغف الهوسي اللي بيخليك مركز في حاجة واحدة لدرجة انك تخسر كل جوانب حياتك التانية وتفضل تشتغل لحد ما تحترق نفسيا وتموت من كتر الشغل. أي نوع منهم أحسن؟ التعاطف مع النفس، إنك تطبطب على نفسك لو فشلت في الحاجة اللي أنت شغوف بيها، ده بيخلي الشغف صحي ومتوازن. إنما لو معلق لنفسك المشانق على كل هفوة، فأنت كده مهووس مش شغوف، وكده هدفك خارجي مش داخلي. ما تعملش الحاجة وانت معتبرها واجب تقيل مجبر عليه عشان هدف نهائي، لكن اعملها عشان بتحبها كلعبة مسلية أو نشاط ممتع، لأن هو ده الشغف. رابع حاجة، قرب من ليفل الوحش. لو بصيت على حد بيلعب فيديو جيمز هتلاقيه مستغرق في اللعبة تماما رغم انها صعبة ومحتاجة تركيز. عشان توصل للحالة دي من الاستغراق الذهني لدرجة انك تنسى الوقت وكل حاجة حواليك وتركز بس في الحاجة اللي انت بتعملها، عيش حياتك بنفس العقلية اللي بتلعب بيها البلاي ستيشن. الحالة دي بتحصل لما درجة الصعوبة تكون عالية لدرجة تستفز قدراتك، يعني ما تبقاش الحاجة سهلة قوي فتمل منها، ولا تكون صعبة قوي فتحس باليأس وتسيبها وتمشي. عشان كده حط لنفسك تحديات جديدة في الشغل تخليك منتبه ومركز عشان تفتح ليفلات جديدة بدل ما انت قاعد طول الوقت تلعب في نفس المستوى كل يوم. خامس حاجة، الشغف الجماعي، زي انك تشتغل مع فريق عمل بيحب الشغل او تذاكر مع زمايلك او تروح الجيم مع اصحابك. ده هيدي الشغف زقة لانك مرتبط بناس بتحبهم وعايز تبقى معاهم بدل ما تخلي شغفك وحداني كده محدش بيشجعه. سادس حاجة، ودي اللي هتدهشك بقى، إن الشغل بيجيب الشغف مش العكس. لفترة قريبة كنا فاكرين إن الشغف هو اللي بيدفع الإنسان إنه يبذل مجهود أكتر، لكن في دراسات حديثة لقت العكس. لما تبذل مجهود في الحاجة، الشغف هيبتدي يظهر فيها مع الوقت. لو واحد بذل وقت ومجهود في إنه يتعلم موضوع معين، مع الوقت اهتمامه بيه ممكن يتحول لشغف. النقطة دي مهمة لأنها بتفرق ما بين المحترف والهاوي. الهاوي هو اللي بيستنى الشغف لما يجي، إنما المحترف هو اللي بيقعد ويشتغل لحد ما الشغف هو اللي يجي يخدم عليه. ويمكن ده المعنى اللي كان يقصده أستاذنا الكبير نجيب محفوظ لما اتكلم عن نشوة الكتابة. الكتابة يجب تكون بين 4 و7، بالتعود بقت تيجي وبقت النشوة تيجي. لما تعود نفسك إن الغدا الساعة 2 إلا ربع تلاقي روحك هتموت من جوه. الرغبة دخلت التنظيم فبقت تيجي في وقتها. خلاصة الكلام، الشغف حاجة تقدر توجدها في حياتك، ما هواش حاجة قدرية تقعد تستناها لما تيجي لوحدها. حاجة عاملة زي النار لازم تفضل ترمي فيها خشب طول الوقت عشان يفضل مولع. فخليك شغوف بإنك تعمل لايك وشير وتتفاعل لو عايز المحتوى ده يستمر. واشوفكم على خير وفوتكم بعافية.